تاريخ المملكة العربية السعودية غني ومليء بالأحداث التي شكلت هويتها الحالية. إليك نظرة موجزة على أبرز المراحل التاريخية. 1. العصور القديمة. قبل الإسلام، كانت شبه الجزيرة العربية موطناً للعديد من القبائل العربية، وظهرت فيها ممالك مثل دلمون ولحيان والأنباط وكندة. 2. ظهور الإسلام. القرن السابع الميلادي، بدأ الإسلام في مكة المكرمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 610 متر، وانتشر في الجزيرة العربية ثم إلى العالم. أصبحت مكة والمدينة المنورة مركزين دينيين مهمين. 3. الدولة السعودية الأولى 1744 إلى 1818، تأسست في الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود بالتعاون مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت تهدف إلى توحيد الجزيرة العربية على أساس ديني. انتهت بسقوط الدرعية على يد العثمانيين. 4. الدولة السعودية الثانية 1824 إلى 1891، أعيد تأسيسها في الرياض على يد الإمام تركي بن عبد الله، لكنها انتهت بعد صراعات داخلية. 5. الدولة السعودية الثالثة 1902 حتى اليوم، بدأت عندما استعاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مدينة الرياض عام 1902، ثم واصل توحيد مناطق الجزيرة العربية حتى أعلن قيام المملكة العربية السعودية رسمياً في 23 من سبتمبر 1932. 6. العصر الحديث. شهدت المملكة تطوراً كبيراً في مجالات الاقتصاد، التعليم، البنية التحتية، والطاقة، وأطلقت رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث الاقتصاد وتنويع مصادر